يا نفسي حطي اللي عندك من إمكانيات، مش بس إمكانيات مادية أقصد، لكن يا نفسي حطي ما عندك من إمكانيات، من شوية صلاة بساط، من شوية دموع بساط، من شوية توبة بساط، من شوية اعتراف بساط، من شوية صلاة بساط، من شوية قراية في الإنجيل بساط، من شوية عمل رحمة بساط، من شوية مشاعر بساط. شوف ربنا يعمل ايه. ياه، لسه بنجري النهارده في السنكسان على القديسة افروسينيا، البت البسيطة اليتيمة اللي ابوها وامها ماتوا، وجدت أسرة تقية ربتها، وكبرت البت في مخافة ربنا. ولما حست ان في شاب بيتقدم لها راحت حلقت شعرها، فالشاب ده اتأثر وكرس نفسه هو كمان لحياة البتولية. والأسرة اللي ربتها ودتها لدير، وكانت رهبة بسيطة جميلة. ولما تنيحت الأم الرئيسة للدير قالوا احنا هنرسم افروسينيا لأنها مليانة محبة ومليانة بشاشة. والسنكسار قال كلمتين جمال جدا لازم نقف عندهم. قال ايه؟ ان الوقت ده كان فيه اضطهاد على المسيحيين من غير المؤمنين، فكانت افروسينيا بتساعد الأسر من اللي ربنا بيديه لها في الدير. الحياة التانية، افروسينيا ياما رجعت ناس سبت الإيمان ورجعتهم تاني ببشاشتها ومحبتها. من كان يظن أن هذه الفتاة اليتيمة الرقيقة تصبح ميناء وملجأ لخلاص كل هؤلاء.